ازيكم؟ انا سماح وده تاني فلوج ليا على قناتي على اليوتيوب. وبما ان النهارده كنت اصور ممشى موجود في القاهره، فحبيت اصور الاول الممشى الموجود عندي في محافظه بني سويف. فهقول لكم كده الطريق لو انتم من محافظه بني سويف او لو انتم من محافظه تانية ازاي توصلوا للممشى ده بسهوله. لو انتم من محافظه غير بني سويف فهتنزلوا موقف محي الدين، ومن هناك هتركبوا تاكسي يوصلكم لحد الممشى. ولو انتوا بقى من مكان قريب من محافظة بني سويف او من محافظة بني سويف ذات نفسها فهتركبوا تاكسي من العبور او من المكان اللي انتوا فيه يوصلكم لحد الممشى. وحبيت اقول لكم ان الممشى موجود فيه 4 بوابات تقدروا تدخلوا منه، وبيحصل تفتيش بسيط كده اول ما تدخلوا المكان، وبعد كده بقى بتدخلوا المكان وفعلا المكان تقدروا تستمتعوا بيه من بعد العصر او من العصر كده لحد الغروب. وفي كمان مكان مزود بألعاب للأطفال وتقدروا تستمتعوا بالمكان وتتصوروا. وبصراحة الأجواء هناك حلوة جدا، وكمان لو خرجتوا فيه هتبقى يعتبر الخروجة ببلاش، اللي هو مفيش أي رسوم دخول، والدخول مجانا. فده هيساعد أي حد إن هو يروح المكان واتمشوا كده في المكان واستمتعوا بالأجواء. كمان المكان نظيف جدا وهادي، وتقدروا تقعدوا وتستمتعوا في اماكن كتير قوي لو انتوا عايزين تقعدوا. وكمان في ممرات كده للمشي، والمكان واسع يعني وتقدروا تاخدوا راحتكم فيه. كمان لو انتوا بتحبوا تستمتعوا وانتوا ماشيين وتتصوروا فالمكان بصراحة مميز جدا وحلو جدا، والمكان بتاعه كويس. يعني الكورنيش ده يعتبر احسن مكان موجود في المحافظة، وفي لافتات كده موجودة لو انتوا اول مرة تروحوا المكان فهتساعدكم كمان على الاتجاهات الموجودة هناك. والمكان مش بيقيدكم خالص بالخروج او الدخول، تقدروا تدخلوا وتطلعوا كذا مرة عادي. كمان طول ما انتوا ماشيين هتلاقوا كده لوح واشكال موجودة على الحيطة، تقدروا تستمتعوا بيها جدا، شكلها حلو والمكان مميز جدا، وتقدروا تروحوا هناك تتصوروا وتستمتعوا باليوم عادي. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about to كمان كده وانا ماشية لقيت زي صور كده ومكتوب عليها كل واحد اسمه والمواليد، اغلبهم يعني تبع محافظة بني سويف وتاريخ ميلادهم. والحقيقة ان دي حاجة مشرفة جدا لبني سويف. فبصراحة انا استمتعت جدا بالمكان، وبتنور كده بالليل والمكان كله بيبقى بيدي اضاءة بالليل. بعدها طلعنا من المكان ورحنا اشترينا ايس من قدام الكورنيش على طول قدام بوابة 2. وطبعا البوابات زي ما انا قلت لكم ان في 4 بوابات تقدروا تدخلوا من اي بوابة انتوا عايزينها. وبعد ما جبنا الايس كريم قدرنا ندخل المكان تاني عادي بكل سهولة. ورحنا بقى كانوا الاضاءات الموجودة كلها اشتغلت، والمكان بيبقى شكله جميل جدا بالليل وبيبقى فيه اضاءات كده وشكله حلو. بس كده ده كان فلوج النهاردة، بتمنى تكونوا استمتعوا. اشوفكم في فيديو جديد. باي.